عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انت اول مره تتفرج عليا واول مره تشوف فيديوهاتي ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. فاول ما شفت الفيديو عرفت ان الاضاءه مش حلوه، ان في حاجه مختلفه. النور قطع، اكيد انتوا كلكم عرفتوا. عايزه اقول لكم ان انا مثلا لو انا قاعده كده وعماله افكر اعمل فيديو ايه او اعمل وصفه ايه والنور شغال وكل حاجه عادي، واجي بقى خلاص هخش المطبخ واعمل وصفه، في الوقت ده النور يقوم قاطع. طب انا هسكت بقى؟ يعني خلاص النور قاطع، يعني احنا مش هنعمل اكل ومش هناكل. لا، قلت يلا بقى نعمل جزء ونسيب الجزء التاني ايه لما النور يجي. مش عارفه ببقى معايا الساعه الوقت اللي انا ايه بخش في المطبخ. اول حاجه طبعا كلنا عارفين ان الدنيا غاليه والعيشه غاليه وان الفلوس ما عادش ليها قيمه. لو رحت جبت الفرخه بتعدي 150 جنيه، لو رحت جبت اللحمه ب 300 جنيه، وفي عندي ناس تانية غاليه. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ عايزين اكله كده رخيصه وفي نفس الوقت تكون موفره واقتصاديه. لو انت في بيتك 25 جنيه ومش عارفه تعملي ايه وعايزه تغيير وعايزه حاجه مختلفه وعايزه حاجه كمان انت تعرفي ايه توفري وتمشي على قد فلوسك، ال 25 جنيه دول هنحتاجهم دلوقتي واقول لكم هنجيب بيهم ايه. اول حاجه كده معايا 3 بطاطسيات. تمام، البطاطس نقيه خالص. اول حاجه غسلتهم كده غسله كويسه وبالفرشه. الفرشه دي عاملاها للمأكولات اللي انا بستخدمها في ايه في الطبخ. يا دوب غسلتهم ونضفتهم من اي حاجه، هم ما كانش فيها طين ولا اي حاجه، وحطيت بقى الميه من حنفيه عادي وهرفعهم ايه على النار. ملحوظه بقى، حصلت لي حاجه كده ندمت بصراحه ان انا عملتها، وهقول لكم ايه هي المشكله او الحاجه اللي انا عملتها في الوصفه بتاعتي النهارده. ماشي، كملوا الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي حصل. تمام. اول حاجه كده بقى حطيت كده الحله بتاعتي على النار وحطيت كمان الملح. هبتدي بقى ان انا اغطي بقى الحله كده واسيبها لحد ايه ما تغلي. غليت وبعد كده وطيت عليها وسبت البطاطس تستوي. اكيد مش لازم ان انا اوريكم بتستوي ومش عارف ايه، لان كلنا عارفين البطاطس بتستوي ازاي. تمام. بعد بقى ما استوت معايا قمت رايحه عامله ايه بقى، جبت كده شويه من الزيت وبدات ان انا ادهن الصينيه عشان برضو ايه اما اجي اشيل الاكله العسل الحلوه دي ما تلزقش معانا. تمام. ايه هي بقى؟ يعتبر ايه مديها كده على بيتزا، بس ايه بيتزا بالايه بالبطاطس. تمام. في بيتزا بالبطاطس يا مجانا، في وهتعجبك جدا جدا جدا، وكمان ممكن تعتمديها كل اسبوع عشان تقدري توفري وتدبري. يعني زي ما احنا ايه نمشي كده على قد فلوسنا، لان بصراحه والله العظيم ان الفلوس ما عادش لها اي لازمه. لو انا مثلا رايحه اشتري مثلا اي حاجه، مثلا لو معايا 100 جنيه وراح اشتري او ب50 جنيه، والله العظيم برجع من غير فلوس، وكمان ممكن يكون عليا للبياع او للشخص اللي انا جايبه منه الحاجه دي. تمام. بعد كده بقى بعد ما دهنت بقى الصينيه جبت بقى الهراسه. لو ما عندكيش هراسه ممكن بقعر الكوبايه بتقلبيها كده وبتبتدي ان انت تهرسي ايه بيها البطاطس. ايه المشكله يا ام جنى؟ هقول لكم دلوقتي، صبركم عليا. بعد كده ما خلاص فردتها كده كويس وبالمعلقه برضو عشان اتاكد ان البطاطس اتوزعت في قعر الصينيه كلها. بعد كده هعمل ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبتدي بقى نحط كده التوابل بتاعتنا، عباره عن ايه؟ عباره عن يعني ايه شويه كده من البابريكا. حط، بصي حط بالنظر، مش شرط يعني بالمعلقه. زي ما انت متعوده على حاجه اعملي بيها. انا بصراحه متعوده ان انا ايه احط كده بايدي عشان اعرف اظبط المقدار. لو انا مثلا حطيت بمعلقه بحس ان حاجه مش هتطلع مظبوطه. حطيت كده شويه من البابريكا وبعد كده احط شويه من الكمون، لان البطاطس عامه بتحب ايه الكمون، البطاطس المهروسه، الحاجات دي. تمام. وكمان شويه بقى من الفلفل الاسود. هي دي التوابل بتاعتنا للبطاطس. اوعي تنسي تحط برده شويه ملح كده على البطاطس بعد ما فرتها في الصينيه. تمام، عشان ما تطلعش معاكي دلع. عندي بقى كده شويه الزيت اللي فاضوا كده من الصينيه اللي طلعت زياده. بدات بقى ان انا ايه هبتدي ان انا ارشرش بيها كده ايه الصينيه بتاعتي، بتدي لمعه وكمان هتديها طعم حلو جدا. وفي الوقت ده لو انت عندك كمان سمنه بلدي ممكن تسيحيها وتحطها على وش الصينيه هتبقى روعه جدا جدا جدا. حطيت كده برضو شويه من الزيت لان عندي اللي كانوا في الطبق ما كفوش.
بس كده تمام. وبعد كده بدأت ان انا اوزع بقى بالفرشة بتاعتي. خلاص كده وزعت الزيت في كل الصينية زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اعمل ايه في الوقت ده. عايزة اقول لكم ان انا دخلت الصينية بتاع البطاطس الفرن ورجعت طلعتها تاني قبل ايه ما الصينية تسخن. ليه يا ايه اللي حصل؟ هتعرفوا دلوقتي. هشيل دلوقتي اهو الصينية وبعد كده هرجع لكم تاني واوريكم ايه اللي حصل. اهو رجعت تاني حطيتها تاني على الرخامة. نسيت احط ايه بقى؟ الزعتر. الزعتر ده بيودي اي معجنات واي بيتزا في حتة تانية خالص. عارفين لو البيتزا مش حلوة وحطيتوا عليها الزعتر ده بيوديها في حتة تانية خالص وبيعلي التست موت. تمام. خلاص بقى كده هدخلها الفرن على درجة 180 والفرن يكون ساخن مسبقا. وبعد كده يا دوب بس هي عايزاها تحمر من الجناب ومن تحت وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى كده طلعتها بعد ما خلاص كل بقى معانا شربت من التوابل وشربت من الحاجات الحلوه دي وريحتها. عايزه اقول لكم بنتي كانت في الاوضه بتلعب طلعت على الريحه بتقول لي ايه دي يا ماما الريحه الجميله دي. قلت لها انت اللي جميله. هنا بقى دي ال 25 جنيه بقى دول انا عندي كل حاجه ما عدا الجبنه الموزاريلا. انا رحت بصراحه ورحت اشتريتها. الكيس ده 200 جرام ب 25 جنيه. بصراحه حلو جدا. وكمان كان عندي كده شويه فايضين من زمان بصراحه من شويه الجبن دي اللي هي كان ميكس جبن. فقمت راح حطاهم حافظهم في كيس تلاجة وحطاهم في الفريزر. تمام. يعني كل حاجه ايه بتنفع. ممكن في الوقت ده تحشيها لحمه البطاطس. ممكن في الوقت ده تحشيها فراخ. بس احنا ايه بنمشي حياتنا بقى ايه البساطه. بعد كده بدات ان انا انزل بقى بمكس الجبن. عايزه اقول لك كمان لو مش حباه او مثلا هيبقى غالي عليكي او مش متوفر معاكي تجيبيه خلاص مش مشكله تجيبه خالص. بس 25 جنيه ما عادش لها اي لازمه. تمام. يعني ب 25 جنيه تجيبيه والله العظيم بتبقى حلوه جدا. بعد كده هنزل بقى بالجبنه الموزاريلا. هتوصى بقى بالجبنه الموزاريلا بتدي تيست عالي جدا. هنشوف دلوقتي بقى المشكله. عايزه اقول لكم بقى المشكله اللي حصلت عشان انتوا ما تعملوهاش ولا يعني ولا ايه تزعلوا زيي او تتضايقوا زيي. ايه هي يا ام جنى؟ بدل ما تعملي البطاطس بقشرها. اه انا كنت عاملاها بقشرها زي ما انتوا سامعين كده. بدل ما تعملوا البطاطس بقشرها تهرسوها بقشرها بلاش. لان بصراحه بتغير في الطعم وما كانتش حلوه جدا البطاطس بقشرها. يعني كنت اما اجي اكلها كنت بشيل قشر البطاطسايه وكانت من غير قشر البطاطسايه كانت خطيره. تمام. وكمان لو عندك صلصه في الوقت ده بصراحه ما كانش عندي فقلت يعني هروح بقى اكلف نفسي واعمل ومش عارف ايه فبلاش صلصه. فلو عندك صلصه قبل ما تحطي الجبن احط الصلصه دي هنا على وشها وبعد كده حطي الجبن عليها. هنا بقى كانت في الفرن شايفين بقى الشكل عامل ازاي. طلعناها بقى كده من الفرن. شايفين بقى اللون ولا الريحه تحفه 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 والله العظيم. بس اللي مزعلني بصراحه ان انا عملت الوصفه دي بقشر البطاطس. وعايزه اقول لكم كمان هي ما كانتش وصفتي دي وصفه اجنبيه. شفت حد عاملها فقلت ان انا ايه اجرب. احنا بصوا مش عيب ان الواحد يتعلم من حد او مثلا يقول دي مش وصفتي او انا واخداها من حد. لا انا بصراحه بحب اقول على حاجه انا واخداها بحب اقول عليها. تمام. بس عايزين تجربوها للامانه جربوها بنفس الطريقه بس بلاش البطاطس قشروها. هنا بقى كده بدات اقطعها. عايزه اقول لكم الجبنه تحفه جدا. جبنه الحمد حلوه قوي قوي وبتشد. هنا بقى كده طلعتها وقطعت كده قطعه من المثلث ونبتدي بقى ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هروح اجيب معلقه ونشوف بقى ندوق كده ونشوف الطعم اراء فيه حلو ولا لا. تجربوها ولا لا. كل حاجه هتعرفوها دلوقتي. هي انا جبت المعلقه وجيت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق بقى. بسم الله. جميله جدا جدا وحلوه. بس لاخر مره والتالت مره هتيجي تجربي الوصفه دي قشري قشر البطاطس. تمام. عشان ما تغيرش في طعم البيتزا او تغير في طعم البيتزا كدابه. كده جبت معلقه وقربت لكم كده ناحيه الكاميرا عشان تشوفوا بقى طعم كده اللي بقول طعم كأنكم هتدوقوا شكل كده البطاطس. طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم طول ما انا بصور انا والله اكلت الطبق كله والحمد لله شبعني والكمني وما خلانيش اكل تاني. تمام. دي كان فيديو النهارده وكانت وصفتي البسيطه الاقتصاديه اللي على قد ايدك. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظ الله وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام.